تمارسوا العاده السريه. العاده السريه ولا العلاقه؟ علاقه جنسيه ولا عاده سريه؟ باهي. العاده السريه. مقابلين بعضكم معناها؟ اي مقابلين بعضنا ونرسلوا. انتم بحذا بعضكم في حلبة يعني انتم؟ في رينج؟ كيما البوكسرات معناها كل واحد في بلاصه. ليه مع بعضنا مع بعضكم جنب بعضكم؟ جنب بعضنا. ايوه في بعضنا مش يصدس علاش انتم بحذا بعضكم وتمارسوا العاده السريه مش ترقدوا مع بعضكم؟ علاش وانتم فرتمين بحذا بعضكم معناها؟ لا سامحني مش سامحني غلطت ترى مش عادة ما نفهمش ندير العادة السرية والعادة الجنسية. العلاقة الجنسية. العلاقة الجنسية مع بعض. معناها تمارسوا علاقة جنسية أنت وياه مع بعضكم. أي علاقة أما ما نتكسرش فهمتني. معناها علاقة سطحية جنسية سطحية. يعطيك الصح أي. أيوه هذه هي. أما ما نتكسرش زمرة. لكن الناس اللي هي الحاجات دي كان هو من بعد ما يمارسها يولي على أعصابه فهمتني؟ يولي على أعصابه؟ على أعصابه أي. علاش؟ خاطر ما كملش على طول فهمتني؟ ما يوصلش ما وقعش الإفراغ، عملية الإفراغ؟ لا هو ما يوصلش للآخر معناه، هو ما يوصلش للآخر ما يفرغش. ما يفرغش يعطيك الصحة. أي. بالطبع. الدكتور هشام على فكرة ساعات مرتين ولا مرة هكا فرغ. يعني في القاعة مش في المناديل. في القاعة. فرغ أما في أنا ما نجمش خاطرنا مع بعضنا رسمي نحبوا بعضنا وقادمين على عرس. لا ما سامحني عاود جملة ما فهمناش. هو مرات يفرغ يا أخي؟ في القاعة. يفرغ البر في القاعة. في القاعة البر أما مش يفرغ علي أنا فهمتني. فهمتك واضح. من بعد ما يفرغ اللي يتعب يبدا الاعصاب ومترشش وفي حاليه ويحيط حتى يفرغ يتعب واعصابه زاده. هي معناتها ولا ريتي في العطار بيغسل الدخان ويتكيف علاش خاطر مش يقول لي ساعات يقول لي يا سندس خاطر مش نكمل فيها على قاعده مش نكمل فيها. اي معناها يحب يلزك باش تعمل العمليه كامله وتفقد العدايه نتاعك. اي انا مش مخليته انا ما نخليش. شوف باش نعطيك الاجابه من الاخر. انسان ربما لو كان ما وقعتش عمليه القذف والافراغ نقول لك يبدا على اعصابه ويتقلق ده كله. اما الانسان صارت عمليه الافراغ سي شيخ في مخه وتفرد ما عندوش علاش يبدا على اعصابه ولا ما يفلم عليك وكا هذه هي الحكايه. هو فهمت شنو نقصد؟ نعم هذا ريت دكتور ساعات حتى خاطر ريت العامة سي ديما نرسو فيها انا وهي ديما شنو؟ ديما العادة ديما نرسو فيها الحاجة ديك. ديما نرسو فيها وحاول ساعات يتقوى على روحه باش يحاول يفرغ فيها وما ينجمش يفرغ ديما لبرا. ما ينجمش. شوف مرة سامحني صارت مرة ولا ما سامحني نفهمك حاجة. ما ينجمش يفرغ فيك بحكم انت مازلت فيرج. انت فيرج ولا؟ يعطيك الصح. اما هي يبدو انه هي تخاف حتى لو كان فيرج دونك تولي تطلب منه باش هو كي يوصل لحظة الافراغ تبعدوا عليها باش يفرغ في القاع. هذا الصاير هذا اللي صاير سندس. هذا بعد انا ما نحبوش يفرغ فيا. فكي لحظة الناس اللي هو يفرغ في القاع هو يولي على اعصابه اللي هو عنده الحق هو عندك الحق لو كي تعمل هكا. تعرف علاش ولا؟ لانه فما امكانية انك تنجم تحبل اذا تصير عملية الافراغ حتى من فوق لفوق. حتى لو كان كنت وانت فيرج الاحتمال وارد. يعني يقول سايب البرا كيسايب في انا الداخل مش في النقبة في من برا. شوف عملية الإفراغ إذا فما عملية فروتمون معناها الجنس السطحي هذا من فوق لفوق وفرغ عليك على المهبل نتاعك فما وتبدا أنت عذراء فيرج فما معناها 1 في المليون أنك تحبل. ممكن فهمت؟ تنجم تحبل 1 في المليون وإذا فرغ بعيد عليك ما تخافش. دونك انت هنا حميت روحك. لكن هي تو مشكلتها واضحه. هو ماذا به يعيش النشوه للحظات الاخيره. فكي لحظه الافراغ وقت اللي هي تدز وتبعدوا عليها هو يتغشش. الدكتور ريت ساعات ما يحبش يفرغ. ريت ساعات حتى ريت كي مارسها معايا ما لكن يقدر يبقى اقل من الدرج
ساعة يحب يسيب وساعات يرجع بالطويل. عنده سرعة قذف، عنده سرعة قذف يسيب في ساعة. ما نفهمش فيه الأمور هذه بالكدا. أنا لما حالة شوف أنت شوف خلينا نفهمك حاجة. أنت خطيبك يمارس معك في علاقة جنسية سطحية من فوق لفوق، أنت تتفرهد ويجيك الأورجازم معناها الرعشة، وهو كيف في فرغ ولا؟ زوج شفتوا زوج هنا هذاك اش مطلوب يزي في بالك باش تتفرهدوا هذاك هو اش مطلوب وانتم؟ لا انت ما تضرش يعني. علاش تضر؟ الضر في حاله واحده، قلت لك الضرك انت لو كان تصير عمليه الافراغ فوق المهبل نتاعك فوق الفاجان، فما شانس في المليون انك تحبل.